عمرك عملت عيد ميلاد لكلبك او قطتك؟ ممكن تكونوا عملتوا له بس انت اللي بتاكل تورته في الاخر وهو ما يعرفش ياكل منها اي حاجه، عشان السكريات اللي فيها بتسبب مشاكل لأليفك زي مشاكل كبيره جدا في البنكرياس والسمنه. عشان كده في فات فاكتوري عملنا لكم سيكشن كامل للتورت من غير اي سكريات او مواد تضر الكلب، ويقدر ساعتها ياكل معاكم. وتقدر تجيب اي ديزاين ونحط صورتك معاه. تقدروا تيجوا دلوقتي في فات فاكتوري اكبر فات سوبر ماركت في مصر وتعملوا عيد ميلاد. لا هقول كمان. ده انا جاي مخصوص اشوف القصه الحزينه دي. التورته الكلبك يعني. ورينا يا باشا رجول الفراخ يا باشا، عشان انا هنفعكوا. خلي بالك انا كان الموضوع داخل اخد فكره، لكن ولا تقول لي انا بروح اجيب الكيلو ب 10 جنيه ما يا باشا لا عيب، ما تصغرناش بقى، ما تصغرناش. نشوف ايه الدنيا دي، بس ثواني نستأذنهم ونصور. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا باشا، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ زي الفل. ممكن اخد فكره؟ اه طبعا مش طب بصور عادي؟ عادي ربنا يكرمك. بشبه عليك. ايوه هو اللي بتشبه عليه، بس انا عايز بس معلش استفسر عن حاجه، معلش. قول لي طيب. معلش، ايه موضوع تورته لكلبك ده؟ معلش عشان تخسر ولا هتتريق؟ لا مش هتريق انا والله، بس انا جاي بقول لك ايه، ده انا حظي ان انا كنت هنا قريب وشفت الفيديو بتاعكم ده، قلت لا اجي اشوف القصه بتاع الحزينه دي. التورت ده البدري يعني ايوه، ايه بقى موضوع تورته ده؟ معلش. بص احنا عاملين كونسبت كده جديد. ايوه أوكي؟ احنا مش بيت شوب، احنا بيت سوبر ماركت، حلو اكسبيرينس ستور. حلو. فاحنا هنا بنهيومنايز اي حاجه للبت. دي تورته احنا عاملين بيكري كامل، سيكشن بيكري كامل أيوة. للقطط والكلاب. تيجي تاخد الكب كيك للقطه، كب كيك للكلب بكل السايزز. في عندي سايز سمول، في اللارج، في البوز دي اشكال بقى بالليفر بالشريمب. وفعلا في حد بيجي ياخد تورته ويعمل طبعا احنا عاملين الكونسيبت، احنا بنعمل عيد ميلاد للكلب. عيد ميلاد. وكمان بنطبع صوره الكلب، صورته، صوره أيوة. الفاميلي على التورته. انت فكرك مثلا ان انا ممكن اجي اعمل التورتايه لا هتعمل لنا اسعار. الراجل بيضحك عليا. يا عمي سامحني معلش. شيف. ده هو شيف. انت بتطبخ يا باشا لا والله. ده شيف حلواني وانا بجد. شايف شيف حلواني بجد. ايوه انت بتطبخ الحاجات دي؟ ايوه دي ميلز بقى. يعني مثلا لو انا هاجي اشتري اطلب منك طبق زي ده كده مثلا لكلبي او لقطتي تديني؟ ده بيطبخ بيه. يتطبخ؟ بيطبخ. بتطبخ بيها يعني؟ يا ما شاء دي الله. بتعمل ميل، يعني ميل بقى لو الكلب عنده مثلا بارفو وقايم من بارفو، انا بعمل له حاجات بقى ريكفري للبارفو للهايبو الرجينيك، الحاجات دي كلها. احنا في مصر يا باشا ولا بره مصر؟ عشان الكورنر ده بقى بس هو لسه احنا بنظبطه، احنا لسه سوفت اوبن. ده اسمه ركن اسمه ميك يور اون. ركن ايه؟ ميك يور اون. دي للقطه وللكلب عادي؟ لا بس عامه الاحجام دي بتبقى للكلاب. ايوه بيبقى في بقى ممكن احجام اصغر شويه ممكن نعملها لايه للقطط. ما شاء الله. انا شفت كمان معلش سامحني يعني، براحتك. اعذرني. بس تلاش علينا. لا انت مش هتريق والله. بس ده ايه ده؟ ده بقى فريش فود للحاجات فروزن للكلاب. اوكي بس احنا عاملين حاجه مختلفه شويه فيه. ايوه هي المختلف في الحته دي. أيوة. ده الطبيعي اللي موجود في السوق عامه. أيوة. احنا هنا بقى عاملين حاجات شيش كباب. شيش كباب. ياخد شيش كباب. والشيش كباب ده سعره كام مثلا؟ شيش كباب ده 70 جنيه. والله حلو. زي كده. وفي ناس بتشتري بقى الحاجات دي للكلاب والقطط وتعمل تورته. ده انا عارفه، ده بن ده. لا بن ايه؟ امال ايه؟ مش لا اشرح لك بقى. احنا رابطين هنا ما بين الديزاين بتاع الكاندي. دي كاندي بوكس. انت تيجي تاخد بالقطعه، تمام؟ زي ما انت بتدخل في الكاندي محلات الكاندي، تاخد هنا بالقطعه هنا بالقطعه هنا بالقطعه هنا، نفس اكسبيرينس محلات الكاندي. وهنا تاخد الدراي بالبرونز. فينك على حفر الانفاق من المغمغه دي ميغا. نعمل ماتشنج بقى ما بين الدوج اونر وما بين الكلب. ده سيكشن الكوزماتكس كلها بقى والشوبينج. لا في ثواني في حاجات انا بستخدمها يعني، انا ده بجيبه. ده بكام ده؟ ده 75. ايوه فعلا حقيقي. بص انا بستخدم ده كمان. عندنا بقى حاجه مش موجوده في مصر خالص. ايه اللي مش موجود في مصر خالص؟ شوروم دي يا باشا انا من ساعه ما دخلت اصلا. السحري. دي الصندوق السحري. ما شاء الله. دي سترولر للقطط والكلاب. سترولر بجد. تمام. ده بيحطوا فيها اطفال؟ لا دي هنا بقى عندنا بتاع الكلب والقطط. هي معموله بديزاينز للكلب والقطط بماتيريال كلب وقطط. دي هنا بقى السراير. سراير؟ السرير ده كمان في حاجه مختلفه شويه عن السراير الموجوده في الماركت. ايوه. ان ده بيتفتح، بتشيل الفايبر تغسله وبعدين ترجعه تاني جديد. لا انا عندي حاطط لهم يعني معلش اعذرني، حاطط لهم فرشه رمله. فرشه رمله على كده. انا مربي بلدي يا عم. ايه الاماكن دي وايه الحاجات دي؟ بس ما شاء الله يعني. تلاقي بقى السراير البيج باج
السراير الشفافه عشان وانت خارج بالكلب او بالقطه ما شاء الله. بيشوف الشارع وكده. بص يعني وعلى كده الاسعار دي، يعني المناديل اللي انا بجيبها ب 75 انا بجيبها كده بالسعر ده الصراحه. تمام. والاسعار الحاجات دي انا ما اعرفش عنها حاجه، بس الحاجات دي افريج غاليه يعني ولا؟ لا لا بس يعني على حسب المقاس وعلى حسب الديزاين والكواليتي وكده. ده سرير كبير ده والله حاجه مرتاحه والله، ما شاء الله ما شاء الله. ده اطرى من المرتبه اللي بنام عليها يا جماعه. هنا ادركت الفرق بين مصر وايجيبت، ما تزعلش مني. يا عم البوكس ده بوكس بقى عشان لو مسافر بره مصر. ما شاء الله. ده بيطلع ده بيبقى في الطياره. انا معايا واحد زيه بس مش بالحجم ده الصراحه. لا ما هو ده بقى ده اكبر مقاس موجود في الماركت ده، عشان لو كلب كبير بيسافر بقى بيه. يسافر بره يعني بره والكلام. مصر بقى. بره مصر. جميع عندكم كي 9؟ عندي كان ايوه. فين يا عم؟ انا مش لاقيه، انا بدور عليه. وسعره كام بقى يعني سعره غالي برضو ولا زي بره؟ لا نفس سعر الماركت بس. لا ده كي 9 كلاب، انا اللي هو كلاب. لا القطط لسه مش عندنا. ما انا بقول لك عشان دورت عليه اصلا بيختفي من في السوق. حاجات لسه ناقصه، احنا لسه سوفت اوبننج. انا في حاجات اصلا شايفها اول مره في حياتي اشوفها في حياتي، بسم الله ما شاء الله يعني لا اله الا الله. يقول لك روح اشتري ب 10 جنيه رؤوس و10 جنيه رجول. تعال اتفرج يا حزين يا ضنايا. في حته بقى فاتتك تحت بقى، احنا عاملين الرجول مجففه. رجول؟ مخصوص الضوافر اللي هي الرجول اللي احنا بنشتريها ام 10 بكام دي؟ دي ب 25 جنيه لا يا اخي الواحد. بس بقى متغلفه وكده شكلها من لا انا ممكن اشتري منكم من بقى إيجيبت. كده. ابتديت اقتنع الصراحه. لا بسم الله ما شاء الله. كمان الزور كل حاجه ما شاء الله. المكان تحفه. ايوه البوكس ده بص بقى. دي بقى المقاسات بقى. ايوه بس اللي معايا انا ما فيهوش فراغ من هنا. لا ده شويه بيبقى اريح كتير. بيبقى الهواء يقدر يدخل جوه يعني. لا الموضوع بيبقى احسن كتير. الديزاين ده بيبقى افضل كتير. ما شاء الله اللهم بارك. دي بوكسات قطط ودي حاجه تانية مختلفه صح؟ ده بقى براند تاني. براند ايطالي. ايطاليا. سؤال بامانه الله، في ناس بتشتري من الحاجات دي وبتيجي وكده؟ طبعا ما شاء الله ما شاء الله. الموضوع في ايجيبت خطر يعني. ما انا ايجيبت لا انتوا بس في حاجات قريبه يعني. رجول فراخ ب 25 جنيه لا دي مجففه. لا دي توريهاني يا باشا. تعالى وريهاني يا باشا. ننزل تحت بقى. لا وريهاني دي اما اشوفها. دي حاجه ب 25 جنيه. العاب دي كمان ما شاء الله. ما شاء الله. ده هنا يعتبر بيقولوا ايه الفانوس السحري للكلاب والقطط. ثواني بس عشان في حاجات انا ما شفتهاش هنا. ما شاء الله. ودي العلبه دي مثلا تعمل كام؟ دي 75. دي تركي. والله اسعار جميله. وفي براندات هنا. المكان هنا زايد بس اسمه ايه تحديدا؟ بالم هيلز. بالم هيلز. احنا بالم هيلز في مول بلاتوس. معلش اصل اخوك من اسماعيليه فسامحني يعني. ما اعرفش حاجه في اكتوبر ولا. ما شاء الله. من بعد المكان ده انت. لا والله في حاجات متاحه والله العظيم اقسم بالله يعني. انا ما شاء الله. والمكان ده تحفه. المكان ده يعني انا مثلا ممكن استغنى عن الرمال الجميله المتحركه اللي انا حاططها لهم واخد لهم سراير من دي. ده في الصيدليه الكلام ده. ده بيهرب. ده بيسيب البيت ويهرب. ده انا لو خدت له المكان ده كله هيسيب البيت ويهرب. واحد كده في بالي معلش انا اسف. أيوة انا عارفه. يبقى انت افتكرتني يا باشا كده. يبقى انت كده عرفت انا مين. ما شاء الله. ايه ده يا باشا؟ معلش ده ايه؟ ده بقى الجيركن للشامبو بس كميه كبيره. ودي قطه دي اللي حاطه خيار في عينيها؟ دي قطه يا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. واحنا هيبقى بقى في ده على الحقيقي بقى. في عندنا سبا بنوضبه تحت. سبا في البيزنس للقطط والكلاب. بقى تعمل جرومنج وهير كات وتعمل بقى القصه اللي انت عاوزها تجيب لنا صورتها ندرج ده بجد الكلام ده؟ ما شاء الله. ايجيبت يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. ورينا يا باشا رجول الفراخ يا باشا عشان انا هنفعكم. خلي بالك انا كان الموضوع داخل اخد فكره لكن ولا تقول لي انا بروح اجيب الكيلو ب 10 جنيه ما يا باشا لا عيب ما تصغرناش بقى ما تصغرناش. وريني كده اللي انت بتقول عليها دي. دي بقى رجول فراخ من ايجيبت. دي ب 25 جنيه؟ 25 يا راجل ده انا بجيب 2 كيلو ب 25 جنيه. انا بحسبك هتقول لي كميه بسم الله ما شاء الله. ده زور الفرخه؟ لا مش زور فرخه، زور بقري. زور بقره؟ زور بقري يعني. والحاجات دي كده كلها متعالجه. ده بقى العظم بقى مالها بواقي الاكل؟ متعالجه يعضعض فيها يعني. يعضعض فيها. ودي مجات انا شايف مجات عليها صور كلاب. لا احنا علشان احنا اكسبيرينس ستور احنا بنكمل تجربه العميل. فحاجات زي كده هو لما ياخد من عندي هو هيفضل دايما فاكرني. احنا بنكمل التجربه دي. لا يا باشا ان شاء الله باذن الله يعني هتلاقيني عندك هنا كل سنه كده قصدي كل فتره.